من طفل هارب من مقاعد الدراسة لتجارة الإبل وحماية القوافل، إلى شاب منخرط في عمل مسلح، إلى عميد، إلى فريق أول، إلى نائب رئيس مجلس السيادة، وربما قريبا إلى سدة الحكم في السودان. محمد حمدان دقلو، ويشار له بحميدتي، الراكب من ظهر إلى ظهر، راقصا على كل الحبال، متعطشا للسلطة لا ريب. في عام 2003 كان حميدتي عنصرا ضمن القوات التي عرفت لاحقا بالجنجويد، وكانت حكومة البشير قد حشدتها في حرب دارفور. حينها برز حميدتي الذي كان يعمل إلى جانب موسى هلال قائد الجنجويد الأكثر شهرة والأسوأ سمعة. اشتد التنافس بينهما عندما اكتشف الذهب في جبل عامر عام 2012، وكان حميدتي قد كون قوة لا يستهان بها